السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد الجينواز اللي كتجي زوينه وسهله، والاهم انها كتنجح لينا 100% وكتجي خفيفه. بالنسبه للمقادير، عندي 200 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال الدقيق، عندي 6 البيضات، 2 معالق صغار ديال خميره الحلوى، ملعقه كبيره ديال الخل، وجوج ساشي ديال الفاني. بالنسبه للطريقه غادي نستعمل هنا البيض مع السنيده، وغادي نزيد الفاني، وغادي نزيد ديك ملعقه ديال الخل. الخل مهم في اي كيك، كيخليه يجي زوين، يعني كيجي مفشفش كيف ما كنقولوا. هنا غادي نديرو في الطراب. تقدروا ديروا الطراب العادي، الطراب ديال الضوء العادي، اولا ديروا هكا في الطراب ديال العجانه. ولكن تلاحظوا معايا، من بعد ما طرب ليا البيض مزيان خلوه يطرب حتى يولي اللون ديالو كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يولي اللون ديالو ابيض. هنا كندوز بالسباتيل غير باش الا بقى ليا شويه ديال البيض في القاع ديال العجانه. حاولوا تدوزوا ديك السباتيل باش تاكدوا بانه ما بقى حتى حاجه في القاع. غادي نزيد هنايا الخميره مع الدقيق، وغادي نخلط مزيان. ما تحاولوش تزيدوا الخميره بوحدها، خلطوها مع الدقيق. هنا غادي نزيد الدقيق مره واحده، وغادي نحاول نخدم مزيان بالسباتيل. في هذه اللحظه حاولوا تخدموا مزيان، يعني تبداو تحيدوا، تبداو تجروا في الدقيق. يعني بعض المرات الدقيق كيبقى لاصق في هذاك القاع ديال العجانه ولا ديال شي جبانيه اللي غادي تخلطوا فيها. حاولوا تخدموا مزيان وتجروا هذاك الدقيق باش ما يبقاش لاصق لنا في القاع. ومره مره كيف ما كتلاحظوا الدقيق كيبقى في القاع. مره دوزوا، مره تحاولوا تطربوا وتدوزوا في القاع ديال العجانه. تطربوا وتدوزوا في القاع باش نتاكدوا بان داك الدقيق ما بقاش لينا في القاع ديال العجانه. هنايا بالنسبه للمول، انا خديت مول عندي شويه عريض، دونك تقدروا ديروا اي مول بغيتو. وهنا دهنت المول كله بالزبده، وخديت ورق الزبده ودوزته من الجناب ودوزته حتى في القاع ديال المول. تقدروا ديروا الطريقه، تقدروا تستغنوا عنها. انا طريقه كنديرها باش نحاول نجتنب انه تلصق ليا الجينواز اولا تحرق ليا، ولا المهم هاد الطريقه ما كتخلي بانه داك الجينواز ما تلصقش، وحتى لا كان عافيه مجهده ولا نسيتو الله يحفظ ولا شي حاجه ما كتحرقش لكم. غادي ندخل الجينواز على درجه حراره 180. انا عندي الفران شاعله من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران الغاز غادي تحطوها تحت، تشعلوا العافيه التحتانيه. ملي تبان لكم تحمرات غادي تشعلوا عليها العافيه من الفوق. فوالا مني خرجتها من الفران، حاولوا هذاك ورق الزبده ما تحيدوش بايديكم كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي تهرس لكم الجينواز. خذوا شي شبكه اولا طبسيل ولا اي حاجه عندكم، وقلبوا فيها هذاك الجينواز، وحيدوا ورق الزبده بشويه. فوالا هي الجينواز كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه وكتجي هشيشه ورطبه. الا ما بغيتوش ديروها 6 البيضات، تقدروا ديروا فقط 4 البيضات في كاس ديال سنيده، في كاس ديال الدقيق، ملعقه صغيره ديال الخميره والفاني والخل اكيد ما تنساوش. غادي تخرج لكم حتى هي جينواز تقدر تعطيكم 3 طبقات. انا هاد الجينواز اللي فيها 6 البيضات خرجت ليا 5 طبقات. درت واحد الطرطه شويه كبيره، دونك خرجت ليا 5 طبقات. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا من لي لايك ومن التعاليق اللي كتفرحوني بها. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو الجاي.